تعليق ورد فعل كابتن محمد أبو تريكة بعد هزيمة الأهلي من الترجي بضربة جزاء فاضحة، ضربة جزاء كلها شبهات على الحكم عيسى سي اللي ظلم الأهلي، وظلم الأهلي في ركلة جزاء واضحة لأشرف بن شرقي، حكم فاسد بيظلم النادي الأهلي. تعليق محمد أبو تريكة على ما حدث في المباراة والظلم اللي تعرض له النادي الأهلي. دعم يا أهلاوي عظيم، دعم بلايك لتصريحات أبو تريكة وشير في كل مكان. لازم نجيب حق النادي الاهلي من الظلم اللي حصل واللي افترى على النادي الاهلي النهارده. لايك وشير لتصريح ابو تريكة في كل مكان. وأضاف أبو تريكة أيضا الكرة دي كانت ممكن تتسبب في قطع الوتر بتاع زيزو، الحكم ما طلعش أي كارت، والفار اللي المفروض يتدخل علشان تستاهل كارت أحمر ما عملش كده. نفس الحكم ده الناس حذرت منه لما طرد جراديشار ظلم وكان متربص لنا. تعال بقى لقصة التحكيم في أفريقيا، بس المكان الوحيد في العالم اللي ممكن اللعبة دي ما تتحسبش ركلة جزاء. عيسى سي ده أدار 3 ماتشات بس في دوري الأبطال، منهم ماتشين للأهلي. لازم تشتكي تاني ولازم تدخل خناقة قبل ماتش العودة وتضغط في تعيينات الحكام. لازم توفر لنفسك كل فرصة ممكنة في العودة إن محدش يكمل عليك لأنك أصلا مش مستحمل. كفاية بقى نغمة العلاقات والمدينة الفاضلة اللي عايشين فيها دي. رسخ يوم كامل يكون فيه مخاطبات وبيانات بالأخطاء اللي حصلت عليك والتجاوزات اللي حصلت ضدك قبل الماتش وانت داخل الاستاد. وعن يوسف بالعمري حيث قال أبو تريكة: يوسف بالعمري عنده مشكلة متكررة إنه أحيانا بيكون عنده قلة ثقة بنفسه، أول ما بيوصل المكان ده بيرجع بالكرة تاني، ما بيحبش ياخد الريسك طول ما هو مش رافع وشه وشايف من جوه المنطقة. امبارح عمل سبرنت وقطع بشكل حلو قوي وكان يقدر يعمل العرضية على الأرض وهو بيجري، بس قرر يحطها تحت رجله ويرجع بيها تاني لحد ما يرفع وشه ويشوف من جوه ولعبها لمروان وضيعها مروان. بس مش شرط تكون شايف او كنت رافع عينيك. علي معلول كان بيعمل نفس القطعات دي واول ما كان بيوصل هنا بنلاقي العرضية في الارض. بس عموما بالعمري مكسب لينا ونور طلع في المكان ده بعد ما كان ضلمة، ومع الوقت اكيد هيشوف نواقصه ويشتغل عليها. وتحدث أبو تريكة عن الوضع في النادي الأهلي حيث قال أبو تريكة: في حاجة مش مظبوطة في النادي الأهلي، عليها علامات استفهام. كمان رد فعل اللاعبين غريب جدا وعليه علامات استفهام، لأن دي مش روح الأهلي ولا قتالية النادي اللي تعودنا عليها. وأضاف أبو تريكة: اللي أنا شايفه وعارفه إن في أمور حصلت داخل غرفة الملابس مأثرة على روح الفريق، أنا بلمح بس ومش هتكلم أكتر من كده، لكن اعتقد انني وصلت للي انا عاوز اوصله. ولم تخل تصريحات ابو تريكة من انتقاد الجانب التحكيمي اذا شكك في قرارات حكم المباراة وموقف حكم تقنية الفيديو مسلط الضوء على لقطة مثيرة للجدل في الدقيقة 46. لو كان الحكم والفيديو حريصين على العدالة لاحتسبت ركلة جزاء صحيحة لأشرف بن شرقي، ولكن الحكم اظهر سوء نية وقراراته كانت غريبة جدا طوال اللقاء. حتى ركلة الجزاء المحتسبة للترجي فيها كلام كتير جدا.